لو عندك مناسبة أو عايزة تعملي مشاوي في البيت فاسمعي الفيديو بتاعنا النهاردة علشان هقولك كل التكات والتفاصيل اللي تعملي بيها مشاوي ويكون في البيت وتبقى أحلى من المحلات والمطاعم كمان. عايزة أقولك صينية المشاوي اللي انت شايفاها قدامك دي ما فيهاش ولا غلطة. جربي المشاوي بالطريقة بتاعتي وأوعدك هتدمنيها. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسينيش في اللايك وشير وكومنتاتكم اللي بتشجعني، ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد بينزل. يلا بينا نبتدي ونشوف عملنا أكلنا ازاي. أنا هعمل تتبيلتين، فمعايا 4 أو 5 بصلات يكون حجمهم حلو كده كبير، ومعاهم 3-4 حبات من الطماطم هعصرهم في الخلاط وهصفيهم، ودي المية بتاعة البصل والطماطم. اول تتبيله معايا هحط عليها ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بهارات مشاوي وريحان، ورشه من الزنجبيل او الجنزبيل، واحده من الحبهان، واحده من القرنفل، ورق لوري، وكمان حطيت معلقه كبيره من الزبادي، معلقه صغيره عسل، معلقه كبيره من خل التفاح، معلقه من دبس الرمان، ومعلقه من الصويا صوص. دبس الرمان والصويا صوص اختياري بس بيدوا اللون حلو جدا للمشاوي. خل التفاح لو مش موجود تقدري تحطي خل عادي مفيش مشكلة، بس دي التتبيلة بتاعة اللحمة او الكباب وبتاعة الريش كمان. فبحب اللحوم عموما بحب احط خل تفاح مش الخل الابيض العادي. معايا هنا قطع الكباب، واحلى قطعية تعملي منها كباب هي عرق الفليتو. عرق الفليتو لما تقطعيه كده بيبقى اللحمة بتاعته دايبة، وهي نية بتبقى دايبة، فما بتاخدش معاكي وقت في الشوي وبتطلع تكون دايبة وطرية وجميلة. وكمان معلقة الزبادي اللي حطيناها بتطري معاكي الأنسجة بتاعة اللحمة. قلبتهم بالشكل ده، وهعمل على جنب كده علشان هحط معايا الريش. دي ريش بتلو العادي العجالي، علشان ما كانش عندي ريش ضاني وانا كنت عايزه اعمل ريش بصراحه، فاستخدمت الريش البتلو اللي هي الستيك. واستنوني الفتره الجايه هنزل لكم وصفه الستيك اللي بتتعمل في المطاعم بره وبتطلعي تاكليها بالشيء الفلاني. هقولك كل اسرارها تعمليها في البيت احلى من المطاعم، وكل التكات بتاعه المطاعم كمان. ودي كانت اول تتبيله معايا وهي الكباب والريش او الستيك اللي هنشويه. معايا هنا بقى التتبيله التانية، برضو معايا ميه بصل وميه طماطم، حطيت عليهم ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بهارات مشاوي وريحان، كزبره وزنجبيل، وبرضو ورق لوري وحبهان وقرنفل، وكمان معلقه كده صغيره من البابريكا المدخنه. البابريكا المدخنه بتدي تيست عالي جدا في التتبيله دي. معلقه كبيره من الزبادي، معلقه صغيره من العسل، وكمان حطيت عصير ليمون. ومش هحط خل، ما بحبش احط خل في تتبيله الفراخ، مؤخرا بطلت احط خل خالص وبيبقى التيست عالي جدا وما فيهاش اي زفاره خالص. فما تحطيش خل في تتبيله الفراخ وحطي بس عصير ليمون. حطيت معلقه كبيره من الزيت وقلبتهم مع بعض، ونسيت احط معلقه من الصلصه علشان تعزز معايا لون التتبيله، بس هحطها في الاخر وهوريها لكم وانا بحطها. الفراخ بتاعتي غسلاها كويس جدا وعامله لها محلول النقع ومنضفاها كويس جدا وفتحاها، فحطيتها في التتبيله بتاعتي. وهجيب التانية احطها بنفس الطريقه، وبدخل التتبيله بتاعتي ما بين الجلد واللحم وفي الصدر كده من جوه ما بين الجلد. بعمل فتحات بالسكينه كده بالحافه بتاعت السكينه من قدام علشان التتبيله تدخل معايا في الصدر كمان من قدام، وبحطها في التتبيله. وهغطي التتبيله بتاعتي الفراخ والكباب والريش وهغطيهم واسيبهم لتاني يوم، يعني الكلام ده كان قبلها بليله. حطيت هنا معلقه الصلصه اللي انا نسيت احطها علشان تعزز معايا لون التتبيله ولون الطماطم يعني بتاعه التتبيله، وهقلبهم كده في الفراخ وهغطيها واسيبها في التلاجة لتاني يوم. تاني يوم بقى شغلت الشواية بتاعتي او الجريل. عايزة تعملي يكون زي المطاعم بالظبط، يبقى تشوي، لازم تشوي على الجريل او على الفحم. لكن لو عايزة تعمليها في الفرن عملتها معاكم قبل كده وطعمها جميل جدا وحلو قوي، ولكن مش بتدينا ريحة الشوي زي اللي بنعمله في الشواية. تمام كده، دي برضو نقطة مهمة جدا. وزي ما شفتي معايا انا حطيت
الكباب بتاعي في الاسياخ وحطيته، وكمان الفراخ حطيتها في الشبكة او في الشواية يعني علشان تاخد التضليعة بتاعة الشوي. تعالوا بقى ندخل نشوف الكفتة بتاعتنا على ما الاكل بتاعنا يتشوي بره. معايا اللحمة المفرومة، طبعا لازم يكون فيها من 20 ل 27% نسبة دهون. حطيت عليها بصلتين يكونوا مفرومين ومتصفيين من المية كويس جدا، عايزين تفل البصل بس. هحط عليها التوابل، معايا ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر مهمة جدا علشان الكفتة ما تكشش معايا، وكزبرة. وحطيت كمان معلقتين كبار كده من البقدونس المجفف، ولو متاح بقدونس فريش اخضر بتفرميه وبتحطيه معاكي برضو على اللحمة. وحطيت باكت من اللية، بيكون فيه توابل لية الخروف بتتباع جاهزة الباكت، حطيت باكت. وحطيت باكت من بهارات الكفتة. قلبي بقى وعجيني البهارات بتاعتك، التوابل مع البصل مع اللحمة كويس جدا لحد ما توصلي للقوام ده. لازم تكوني شايفة اللحمة بتاعتك زي الخيوط في بعضها، ما بقتش قطع اللحمة اللي كانت في الاول، لا بقت خيوط كده داخلة ببعضها. هتاخد معاكي وقت وانتي بتعجنيها كده وبتلفيها في الطبق، او ممكن تحطيها في الكبة، بتاخد دقيقة وبتبقى جاهزة. لازم خطوة مهمة جدا توصلي للقوام ده علشان الكفتة ما تفكش معاكي في الشواية او من على السيخ. خطوة مهمة جدا للناس اللي بتشتكي ان الكفتة بتكش. ده شكل اللحمة والفراخ بتاعتنا بعد ما بدأت تتشوي كده وتاخد لون. حبيت اوريها لكم. وتعالوا ندخل نشوف الرز بتاعنا على ما الفراخ والكباب يستوي. الحلة بتاعتي نزلت بزيت، تقدروا تحطي زبدة وتقدروا تحطي سمنة، بس لازم ضروري زيت. حطيت عود من القرفة، فصين من الحبهان، فصين من القرنفل، وورقة من ورق اللوري، واشوحهم كده في الزيت لحد ما يتشوحوا كده ويبقوا ريحتهم تطلع وياخدوا لون معاكي وانت بتقلبيهم. هنا بقى بنزل بالرز بتاعي، طبعا الرز غسلته وسبته ينشف شوية وهو في المصفى، وبعدين بنزل بيه على البهارات الصحيحة اللي انا كنت حطاها ومشوحاها في الزيت. بنزل بالرز بتاعي وبفضل اشوح في الرز لحد ما يتغلف كله كويس جدا بالزيت. وكمان بيبتدي يعمل معاكي صوت كده في الحلة وانت بتقلبي، بيبقى عامل صوت كده وهو بيتقلب في بعضه. في المرحلة دي بتنزلي بالمية، مقدار المية بتاعك طبعا كل نوع رز بيبقى مقدار المية مختلف، فبتشوفي نوع الرز اللي انت بتستخدميه مقدار المية بيبقى مكتوب على الباكت من بره. حطيت بقى في اخر مقدار كده او في اخر كوباية نزلت بيها، حطيت معلقة صغيرة من الكركم وقلبتهم في المية، وبعدين حطيت فلفل اسود وملح. بحب احط الكركم في المية السخنة واقلبهم قبل ما انزل بيه على الرز، علشان لما بنزل بيه على الرز على طول احيانا بيعمل تكتلات كده، لكن لما بتحطيه في المية وتدوبيه كويس في المية وبعدين تنزلي بيه ما بيكونش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة. هسيبهم على نار عالية لحد ما يبتدي يتشرب بالشكل اللي انت شايفاه ده. بديله تقليبة واغطي وهديه على اهدى درجة حرارة لحد ما يتشرب تماما. هنا بقى الفراخ بتاعتي والكباب كانوا خلاص تمام استووا وجاهزين ان احنا نطلعهم من الشواية. فهطلعهم معاكم دلوقتي. شايفين لون الشوي عامل ازاي؟ لونهم خطير جدا. وعايزة اقول لكم الشوي المرة دي حرفيا ما فيهوش ولا غلطة. امشي بالترتيب اللي بقولك عليه وبالطريقة والتتبيلة اللي بقولك عليها وهتعملي احلى مشاوي في البيت. دي بقى الكباب بتاعي وانا بطلعه من السيخ كده خطير جدا. وعايزة اقولك النسيج بتاعه طري جدا. اهم حاجة في الكباب القطعية بتاعة الكباب. رجعت بقى عملت الكفتة وكمان الريش حطيتهم، سيخت الكفتة في الأسياغ بتاعتي وكمان الباقيين سيختهم كده على سيخ يكون يعني حجمه تخين شوية، وحطيتهم من غير أسياغ. ده شكل الكفتة بتاعتي بعد ما استوت. بقى بقلبها طبعا لما بتاخد لون بقلبها، وده شكلها بعد ما بقت جاهزة. شايفين طرية ازاي؟ هوريكي دلوقتي شكل الكفتة بتاعتي وهي طرية ومش بتفك خالص من على السيخ، وهوريكي شكلها من جوه ازاي جوسي وازاي يعني خطيرة. شايفين لونها وشكلها وقوامها وهي طرية كده خطيرة جدا. وهنا كنت خلصت المشاوي بتاعتي كلها من على الشواية وحطيتها في الصينية وغلفتها بورق فويل علشان تفضل سخنة او دافية معايا شوية. وده شكل الكمية بتاعتي. عملت الفراخ وعملت الكفتة والكباب وكمان الريش، وده شكل الاكل بتاعنا. حطيته بقى غلفته وسبته لحد ميعاد الاكل. غرفت الرز بتاعي وهحط عليه الفراخ دلوقتي.
الجوسي، وهحط بقى الكفتة وهفتح لك الكفتة من جوه واوريكي شكلها عاملة ازاي وقد ايه هي جوسي وجميلة، بالرغم من ان الكلام ده بعد ما بردت وبعد ما اخدت وقت كمان بعد الشوي، علشان احنا طبعا ما كناش هناكل بعد ما شوينا على طول، فالاكل كان برد. سخنته في الميكرويف كده 3 دقايق وده شكل الاكل بتاعنا. شايفين ازاي جوسي من جوه بالرغم من انها مش فريش، يعني كانت قعدت شويه وبردت كمان. شايفين الكباب بتاعنا شكله عامل ازاي. عايزه اقول لكم الشوي ما فيهوش ولا غلطه حرفيا. اهم حاجه تمشي بالترتيب زي ما قلت لك، تمشي بالتتبيله اللي قلتها لك، تشوفي اهم حاجه قطعيه اللحمه اللي انتي قطعاها علشان تشوي بيها، وكمان انك لو عايزه ريحه الشوي وعايزه نفس التيست بتاع المطاعم بره يبقى لازم تشوي بقى. معلش انا عارفه الموضوع بيبقى متعب شويه في الشوي، بس لازم تشوي علشان تطلعي بنفس الطعم بتاع بره. لو مش عايزه بقى ربكه ودخانه والكلام ده كله اعمليه في فرن البوتاجاز، ولكن بيكون حلو جدا ولكن ما بيكونش نفس الطعم بتاع بره. وكان عندي ورق عنب زايد من يوم الجمعه فحطيته كده في الصينيه بتاعتي، وكده الاكل بتاعنا يكون جاهز. عملت الطحينه وعملت السلطه، وكده تبقي عملتي احلى اكله مشاوي في البيت. بكل بساطه وسهوله بتعملي اكلك في البيت بيكون احلى من المطاعم كمان. والطحينه هعمل لكم طريقتها قريب جدا. وكده اكلنا يكون خلص. اتمنى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وكومنتاتكم اللي بتشجعني. واستنوني في وصفات كتير جدا الفتره الجايه. اشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.